العامة أمرا بضبط 3 من ألتراس النادي الأهلي للتحقيق معهم في أحداث استاد بورسعيد، حيث ظهرت صورهم في فيديوهات وهم يلقون شماريخ على جمهور النادي المصري أثناء أحداث بورسعيد مطلع شهر فبراير الماضي. في شأن آخر، حرر المسؤولون عن حملات دعم 4 من المرشحين الرئاسيين محضرا ضد مسؤولي حملة دعم المرشح المحتمل حسام خير الله، اتهموهم فيه بتقديم رشاوى انتخابية للحصول على توكيلات المواطنين. وفي خبر آخر، قام وفد لجنة النقل والمواصلة بمجلس الشورى بتفقد محطة الحاويات بشرق التفريعة وميناء شرق بورسعيد لمتابعة سبب الإضرابات المتكررة بالميناء ومحطة الحاويات. معي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، هل عرف هؤلاء ال3 هل هم من بورسعيد أو من مناطق أخرى؟ نعم الجميل كارم، هم من ألتراس الأهلي من القاهرة، حيث أصدر مساء أمس عبد الرؤوف أبو زيد رئيس النيابة الجمهورية تحت إشراف المستشارين سامع بن المحامي العام الأول لنيابات بورسعيد ومجدي الديب المستشار العام مستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية قرارا بضبط وإحضار 3 من ألتراس أهلاوي ظهرت صورهم في فيديوهات مصورة أثناء إلقائهم شماريخ وألعاب نارية على الجمهور المصري أثناء أحداث مباراة المصري والأهلي أول فبراير الماضي. وقال فقط عبد الحميد المحامي ونقيب المحامين في بورسعيد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه سلم فيديوهات تضم فيديوهات جديدة تظهر لأول مرة وضحت أن 3 من ألتراس النادي الأهلي وهم أحمد عادل وأحمد إدريس وعبد الله صلاح الشهير بعبدية يطلقون بشكل واضح الشماريخ والألعاب النارية من مدرج النادي الأهلي على مدرج النادي المصري بما يسمى البحري الشرقي قبيل بداية المباراة ب5 دقائق وقبيل انطلاق شاطرة الحكم والتوجه بعد ذلك بصحبة بعض جماهيره بتشجيع النادي الأهلي لفتح الباب الحديدي الفاصل بين المدرج الشرقي المتمركز فيه جماهير النادي الأهلي ثم إلى الملعب. وأشار أيضا صفوت عبد الحميد أنه تقدم والمحامي الخصوصي أشرف العزة ببلاغ مرفق بالصوانة مدمجة ضد أحد مذيعي البرامج الرياضية من نيابة الشرقي ببورسعيد، واصفا الاسطوانة بأنها توضح ارتكابه جرائم السب والقتل وفقا للقانون ضد مواطني وجماهير بورسعيد على وجه العموم بغرض التحريض ضدهم على حد وقته وزيادة العزلة والحصار المعنوي على أهلها وإجرائهم بشكل مستمر ومتكرر عبر شاشة برنامجه الرياضي، مما أثار الفتنة وتعرض حياة عدد من أهالي بورسعيد للخطر أثناء وجودهم في محافظات أخرى. أستاذ أحمد، ما الذي حدث في حملات دعم المرشحين الرئاسيين وعلى أي أساس اتهم مناصره حسام خير الله بالرشاوى؟ هل ضبطت؟ نعم الجميل كارم، أعلن المسؤولين عن حملات تأييد ودعم بعض مرشحي الرئاسة في بورسعيد أمس رفضهم لأي خروجات من شأنها أن تتسبب في تصعيد المواقف بين مؤيدي المرشحين لرئاسة الجمهورية. وأدان المسؤولون عن حملات دعم كل من عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وخليل صباح وأحمد شفيق في مؤتمر صحفي عقد بمقر الدعاية الانتخابية لعمرو موسى ما شهده مكاتب الشهر العقاري في بورسعيد مما اسمه رشاوى انتخابيه بلغ سعر الصوت خلالها 30 جنيه على حد وقتين، مؤكدين ان لديهم ادله على ذلك. وهو انصار المرشح احمد حسام خير الله بالتعدي باللفظ ومحاوله الاستباك مع انصار باقي المرشحين والموظفين بمكتب الشهر العقاري. وقرر المسؤولون عن تلك الحملات محضرا بشكل شرطه الظهور بكل الانتهاكات التي صدرت من انصار عدد من المرشحين ومنهم احمد حسام خير الله، وحمل المصدر رقم 851 لسنه 2012 إداري الظهور وقاموا بتوقف عمليات استخراج التوكيلات من مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقه الظهور اعتراضا على ذلك الاسلوب. طيب، شكرا جزيلا للصحفي أحمد الجمال متحدثا إلينا من بورسعيد.